السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شم النسيم. النهاردة هعمل معاكم البريوش أو زي ما بتسموه عيش شم النسيم. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. هنبتدي بالخميرة. محتاجين كوباية من المية الدافية، هننزل عليها ب3 معالق كبار من السكر، عليهم باكت من الخميرة الفورية. هنقلب كل المكونات بتاعتنا وهنغطيها ونسيبها لمدة 10 دقايق لحد ما تتفاعل. بعد كده هنجيب البولة بتاعتنا وننزل بالخميرة، هننزل عليها بميكس كده نص كوباية من الزيت والسمن مع بعض. هننزل عليهم ببياض بيضة، نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الخل، كمان معلقة من البيكنج باودر، 3 معالق كبار من الحليب الباودر، بسيط جدا من الفانيليا. وهنبتدي نخلط كل المكونات السائلة بتاعتنا زي ما هتشوفوا معايا كده. أنا هستخدم المضرب اليدوي. الموضوع سهل جدا وبسيط. محضرة نص كيلو من الدقيق، أنا استخدمت دقيق الضحى، هنزل بيه على مرتين عفوا. وهستخدم السباتشولا في الأول زي ما انتم شايفين كده معايا. مش عايزة أنسى أشكركم وأشكر كل الناس الجميلة اللي سألت عليا الفترة اللي فاتت. في فترة مرضي الحمد لله أنا بقيت أحسن. الناس اللي ما كانتش تعرف كانت بتسألني، أنا كنت مجبسة رجلي والحمد لله الحمد لله يا رب بقيت أحسن كتير. قدر الله ما شاء فعل. بشكر كل الناس اللي سألت عليا. سؤالكم كان ليه تأثير جدا، تأثير إيجابي بجد عليا الفترة اللي فاتت، خلاني أرجع كده عندي باور وطاقة إني أبدأ معاكم من جديد. بشكركم للمرة التانية. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي هبتدي أستخدم إيديا عشان أحس درجة حرارة العجين. الموضوع سهل قوي 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 زي ما انتوا شايفين. هبتدي استخدم ايدي، ودلوقتي بقى هتاخد معايا حوالي 3 دقايق كده هعجن فيها. زي ما انتوا شايفين العجينة طرية جدا وسهلة جدا. وكده يا جماعة بقت سهلة يعني جاهزة معانا. هغلفها بالزيت وانا استخدمت زيت نباتي. بعد كده بقى تقدروا تغطوها اما بكيس بلاستيك زي ما انا عملت او استرتش، المتاح عندنا هنستخدمه. هغطيها زي ما قلنا كده، وكمان هغطيها بفوطة. الأول هنغلفها بالكيس زي ما انتم شايفين، بعد كده هغطيها بفوطة وهنسيبها تخمر حوالي تلت ساعة. هنشوفها بقى بعد تلت ساعة بقت عاملة معانا ازاي. ممكن يا جماعة يبقى من تلت ساعة لنص ساعة. زي ما انتم شايفين معايا كده الحجم بتاعها تضاعف. هنشيل البلاستيك من عليها وهنخرج منها الهواء بطريقة سهلة زي ما انتم شايفين. ولا أسف، بحب أوي أنا الموضوع، الحركة دي بحبها جدا. وهنبتدي نلم العجينة بتاعتنا. بعد كده بقى هقسمها ل9 كرات زي ما انتوا شايفين او هتشوفوا معايا، وهنغطيهم لمدة 10 دقايق. بعد كده بقى هنجيب الكرات بتاعتنا ونجيبهم كده على الرخامة بتاعة المطبخ ونعملهم رول زي ما انتوا شايفين كده. كل 3 كرات هنعملهم 3 زي ما انتوا شايفين كده بشكل اسطواني او شكل رول، علشان نجمعهم مع بعض في الاخر على شكل ضفيرة. انا بحب الشكل ده جدا يا جماعة من ايام ما كنت صغيرة. طبعا تقدروا تعملوا اشكال تانية كتيرة زي ما انتوا حابين، مفيش فيها اي مشكلة. كده جاهزة معانا. انا جبت الصاج بتاعي وحطيت فيه ورق زبدة. لو هتستخدموا صواني عادية بنصحكم ان انتوا تدهنوها. بعد كده بقى هجيب صفار البيضة اللي انا اخدت البياض بتاعها، هنزل عليه بحوالي 3 معالق من الحليب وبسيط جدا من الفانيليا، وهبتدي ادهن بيهم وش البريوش بتاعنا. بعد كده هنزل عليه بالسمسم. تقدروا تستخدموا سمسم او سكر زي ما انتوا حابين. الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180، بياخد حوالي من 25 دقيقة ل 30 دقيقة عشان يبقى جاهز معانا. ممكن آخر 3 دقايق نشغل عليه الشواية. بتمنى الفيديو يعجبكم. يا ريت إذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الحلوة، شير للفيديو، اشتراككم في قناتنا في المطبخ مع سنة. السلام عليكم.